تخيلوا ان العاب الموت اللي شفناها في مسلسلات زي سكويد جيم او زي افلام هانجر جيمز مش مجرد خيال. تخيلوا انها كانت حقيقة حصلت بالفعل وفي قلب اوروبا من حوالي 30 سنة بس. لعبة صيد للبشر حرفيا، مش لعبة فيها جايزة ولا تجربة اجتماعية ولا فيلم، ده كان واقع عاشوا آلاف المدنيين وقت ما السرب احتلوا أجزاء واسعة من البوسنة في بداية التسعينات. كان الجنود بيخرجوا في رحلة صيد يدوروا على المدنيين الهاربين، رجالة ونساء وأطفال، وبيجروا وراهم في الجبال والغابات والقرى، ويسقط اللي يتأخر ويتاخد اللي يمسكوه. النهاردة هنحكي القصة الكاملة، قصة حقيقية أبشع من الخيال. بداية التسعينيات يوغوسلافيا بتتفكك وكل جمهورية بتعلن استقلالها. البوسنة كانت واحدة منهم، بس كان في خليط من 3 شعوب وهما مسلمين بوشناق والسرب وكروات. مع إعلان استقلال البوسنة سنة 1992 القوات السربية بدعم من صربيا بدأوا حملة للاستيلاء على المدن والقرى، والهدف تطهير عرقي، مسح وجود المسلمين من مناطق كاملة وبناء دولة صربيا الكبرى. وده كان بداية ظهور ممارسات وحشية، منها اللي سموه المدنيين وقتها رحلة صيد البشر. ايه هي رحلة الصيد دي؟ كانت وحدة او مجموعة من الجنود الصرب تتجمع احيانا بعد ما يشربوا واحيانا كنوع من الاحتفال الحربي، يخرجوا بعربيات الدفع الرباعي او يمشوا على رجلهم ويتبعوا اي مدني يحاول يهرب من القرى اللي سيطروا عليها. كانوا بيطاردوا الناس وكأنهم فرائس في الغابة، اللي بيجري بيتضرب بالنار، اللي بيقع بيتاخد أسير، واللي بيتاخد غالبا مصيره الإعدام أو الإخفاء أو إنه يدفن في مقبرة جماعية محدش يعرف عنها حاجة. وفي مرات تانية كانوا يدوروا مخصوص على النساء عشان ياخدوهم لمعسكرات الاحتجاز والاغتصاب. أشهر رحلة صيد جماعي حصلت في سربنيتسا سنة 1995. المدينة كانت منطقة آمنة تحت حماية الأمم المتحدة، لكن لما القوات السربية دخلت بقيادة راتكو مالاديش آلاف الرجال والأطفال المسلمين حاولوا يهربوا للغابة. السرب بدأوا عملية الصيد الكبرى، القناصة بينتظروا فوق التلال، الدوريات بتتحرك في الطرق والغابات وأي حد يتحرك يتضرب. آلاف الرجال اتقتلوا في الطريق وآلاف تانيين اتقبض عليهم واتعدموا في مخازن ومزارع ومدارس تم تحويلها لمواقع قتل جماعي. أكتر من 8000 رجل وطفل اتقتلوا في أيام معدودة، وكان ده أكبر عملية قتل جماعي في أوروبا من بعد الحرب العالمية التانية. في مدينة فوتشا الجنود السرب كانوا بيخرجوا للغابات يدوروا على أي شخص مستخبي، كانوا بيطلقوا على اللي بيعملوه ده اسم رحلات التنظيف، واللي يتشاف يتقتل فورا. أما في بيرودور فكانوا بيعملوا مطاردة ليلية في الشوارع ويدخلوا البيوت ويطلعوا الناس وبعدين يمشوهم لمناطق مفتوحة فيها القناصة، واللي يجري يتقتل. في قرى تانية كانوا بيجيبوا الشباب والرجالة ويخلوهم يجروا، بعد كده يطلقوا عليهم النار وكأنها منافسة. الجزء الأبشع من رحلة الصيد كان استهداف النساء. كان في مجموعة مخصصة لخطف النساء من القرى والمزارع، يدوروا في البيوت المهجورة أو ينتظروا النساء اللي تحاول تهرب وسط الليل. بعد كل رحلة صيد كان لازم يخفوا الأدلة. الجنود السرب كانوا بيحفروا مقابر جماعية ويحطوا فيها عشرات أو مئات الجثث. وبعد الحرب اكتشفت الأمم المتحدة أكتر من 300 موقع لمقابر جماعية، ولحد النهاردة مازال في جثث ناس معرفوش مصيرهم. طيب ليه بنتكلم عن الموضوع ده دلوقتي؟ لأن الموضوع ده بقى ترند. ليه بقى ترند اليومين دول؟ عشان في موجة
حديثة جديدة ظهرت على السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة، وبدأ الناس يتكلموا عنها بعد انتشار مقاطع قصيرة وفيديوهات تحليلية على تيك توك ويوتيوب بتشرح الجرائم اللي حصلت في حرب البوسنة بطريقة صادمة جدا. الناس بدأوا يسموا الموضوع ترند صيد البشر، لأنه فعلا يبدو وكأنه شيء خيالي أو من أفلام زي هانجر جيم أو سكويد جيم، لكنه في الحقيقة كان جريمة حرب حقيقية حصلت في التسعينيات. المرعب ان اتقال ان كان في ناس اغنياء من كل دول العالم كانوا بيدفعوا مخصوص علشان ييجوا البوسنة علشان يصطادوا البشر هناك المدنيين عشان يتسلوا بمعنى اصح، فهو ده اللي خلى الموضوع ترند. عادة الفيديوهات اللي بتتعرض دلوقتي كان بتتكلم عن السرب وهما بيطاردوا المدنيين حرفيا في الغابة، ولقطات ارشيفية للمناطق وقت الحرب، وقصص النجاة من طريق الموت، وشهادات لضحايا عاشوا مطاردة القوات الصربية، ومقارنة بين ما جرى بين الأعمال الفنية زي هانجر جيم وسكويد جيم. سبب انتشار الترند ان الناس ما صدقتش ان حاجة بالوحشية دي حصلت في اوروبا وفي التسعينيات مش من 200 سنة مثلا، وده خلى الموضوع ينتشر كصدمة تاريخية. لما بنتفرج على سكويد جيم او هانجر جيم بنقول انها افلام مرعبة، العاب بقاء، لكن الحقيقة اللي حصل في البوسنة كان افظع بمراحل. كانت حياة او موت حقيقيين، وكان في آلاف الضحايا اللي اتعاملوا كطرائد في حرب هدفها محو شعب كامل. التاريخ مهم مش عشان نتخض، لكن علشان ما نسمحش ان اللي حصل يحصل تاني. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، واستناني فيديوهات تانية كتير. مع السلامة.